السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب، أنا الدكتور إيهاب الزيات وأهلا بكم على قناة ذا فارماسي. النهاردة إن شاء الله هنكمل الفارماسيوتيكال كالكوليشن كورس بتاعنا. إحنا كنا وقفنا عن شابتر 8 والنهاردة هنكمل شابتر 9. فبإذن الله عز وجل يعني نقدر النهاردة بإذن الله نخلص الشابتر دوت في الحلقة بتاعت النهاردة. بعتذر طبعا على الانقطاع الفترة الطويلة المدة اللي فاتت يعني، بس عشان كثرة انشغالاتي ويعني كان عندي بعض الأمور كده أشغلتني عن القناة شوية. إن شاء الله أحاول بإذن الله إن أنا أكمل معاكم الفترة ديت ونتابع مع بعض لغاية لما نخلص الكورس ده بشكل نهائي. طيب احنا بنكمل موضوعنا النهاردة. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الكالكوليشن involving units of activity and other measures of potency. يعني أنا هنا بتكلم أو بعبر عن بعض الحسابات الخاصة بتحديد الجرعات، بس الجرعات دي مش بنفس الطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو اللي احنا خدنا براكتس عليها قبل كده. حتة إن أنا أحسب مثلا التركيز بالبرسنتج أو إن أنا أعبر عنه بالميلي جرام مثلا ممكن أعبر عنه هنا بالميلي جرام، بس الفكرة إن أنا هنا الطريقة في التعامل مع الوحدات مختلفة شوية، لكن هي نفس الكونسبت ويل أبلاي. بمعنى إن أنا بتعامل بروبورشن في النهاية، بشوف بروبورشن لو أنا استخدمت مثلا التركيز الفلاني دوت مثلا كذا ملي جرام بير كذا مليليتر او كذا وحده دوليه او بسميها انترناشونال يونت بير مليليتر. ازاي انا اقدر احول الكلام دوت؟ يعني على حسب مثلا محتاج بقى اكمل لي من الدوزج فورم اللي عندي، محتاج مثلا ادي المريض جرعه معينه بيزد على الوزن بتاعه، بيزد على احتياجه، وات ايفر. الكلام ده هنشوفه كله مع بعض باذن الله. طيب خلينا ناخد اول حاجه هنا. بيقول بعض الحاجات زي الانتيبيوتكس او الاندوكراين برودكت او الفيتامينز ديت، ان انا بعض الحاجات من الدوزج فورم اللي انا بجيبها من ناتشرال سورسز، من بايوتكنولوجي او بيولوجيكس زي الفاكسينز او كده، بتعتمد في الاكتيفيتي بتاعتهم، يعني او تعتمد في الاكشن بتاعهم على الاكتيفيتي معناها ان هو لما انا اخد منه مثلا كميه معينه تدي بيولوجيكال ريسبونس بشكل معين. زي الانسولين مثلا لما انا اخده بتركيز معين او اخده بجرعه معينه، فور اكزامبل الجرعه دي بتخفض سكر الدم بمقدار ما، بينزل مثلا سكر الدم بمقدار معين مثلا اكوردنج للجرعه اللي انا بديها للمريض. طيب انا بعبر عن اليونتس اوف اكتيفيتي دي ازاي؟ يا اما ممكن نقول وحده دوليه مثلا من الماده الفلانيه، وهنفهم يعني ايه وحده دوليه بعد شويه، او ان انا بعبر عن اليونتس اوف اكتيفيتي دي بمايكروجرام بير ملي جرام. يعني الماده عندي، الماده الاساسيه اللي هي مثلا بنسلين مثلا جي او كده، يحتوي على اكتيف بنسلين كذا بمقدار كذا. يعني مثلا عندي السولت نفسه بس الاكتيف فورم منه مثلا يمثل كذا مايكروجرام من الميلي جرام اللي عندي. طيب حلو جدا. فالميجر اوف بوتنسي دي ستاندرد دي ابروفد بالاف دي اي، الفود دراج ادمنستريشن او هيئه الغذاء والدواء الامريكيه، وستيتد كمان في اليونايتد ستيت فارماكوبيا، وكذلك ستيتد في الدبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه عن طريق الانترناشونال فارماكوبيا، اللي هي بتدي تعريفات يعني ايه اللي هو البوتنسي او الاكتيفيتي اكسبريسد بطريقه الوحده دوليه. فاذا انا ممكن اعرف الحاجه بان انا مثلا محتاج مثلا زي الانسولين. انتوا عارفين في الانسولين لما يجي في الصيدليه فيقول لك مثلا اديله 5 وحده دوليه او انترناشونال يونت. كذلك الفيتامين دي ممكن اعبر عنه بالانترناشونال يونت. طب يعني ايه الانترناشونال يونت؟ وهل الانترناشونال يونت بتاعه الفيتامين دي زي الانترناشونال يونت بتاعه الانسولين؟ لا طبعا، كل واحد بيبقى له التوصيف بتاعه او الانترناشونال يونت الديفينيشن بتاعه ايه. يعني لو انا جيت مثلا فور اكزامبل، خلينا هنا نيجي على حاجة زي الانسولين مثلا لما اقول الانترناشونال يونت is defined as a biological equivalent of about 34.7 مايكروجرام of pure crystalline insulin. يعني لما اقول لك وحده دوليه من الانسولين، فده هي الكميه اللي بتحتوي على 34.7 مايكروجرام من البيور كريستالين انسولين. تمام. وده طبعا الكميه دي محسوبه على اساس ايه؟ على اساس انها هتدي افكت معين في البلد، يعني هتقلل سكر الدم بمقدار كذا. طيب لما اجي اتكلم على الفيتامين دي، هلاقي الفيتامين دي له تعريف خاص بيه هو، يعني ما ينفعش ان انا اطبق التعريف ده
على ده، يعني اقول الوحده دوليه بتاعه الفيتامين دي هي تمثل 34.7 مايكرو جرام بتاع الايه زي الانسولين، يبقى بداله اشيل ده واحط فيتامين دي. لا، الموضوع ما يمشيش كده. ليه؟ لان انا في النهايه الكميه دي من الانسولين اللي انا حددتها اللي هي 34.7 دي انا حددتها بناء على انها تدي افكت معين في الايه البلاد جلوكوز ليفل. طب ايه علاقه الفيتامين دي بالبلاد جلوكوز ليفل؟ ملوش علاقه، ده حاجه وده حاجه، وبالتالي هي اسمها وحده دوليه، لكن المفروض لها تعريف خاص بيها. وانا لما اجي اتعامل بقى مع المريض بيتحسب الجرعات الوحده الدوليه دي، مثلا فنتكلم هنا في حاله الانسولين بيزد على انا عايز احقق له ايه، عايز احقق له تخفيض في سكر الدم بتاعه بمقدار كذا، فبحدد الوحده الدوليه دي بناء على كده. فبقول مثلا الجرعه بتاعته هتبقى كذا وحده دوليه، مثلا صباحا ومساء او كذا، وبناء عليه انا عارف مثلا الواحد ملي بيحتوي على كام وحده دوليه، العبوه كلها بتحتوي على كام وحده دوليه، واقدر اعمل نسبه وتناسب او البروبورشن اللي احنا قلنا عليه عشان اقدر اطلع الايه الجرعه اللي انا عايزها. حلو جدا. تعالوا نرجع هنا مثلا لو احنا عايزين نشوف اكزامبل. شايفين الجدول اللي هو التيبل 9.1 ده؟ التيبل ده مهم جدا لان هيجي لنا في المسائل، يعني في مسائل كتير واحنا بنحلها هيريفير باك للتيبل ده، يقول لك بص عليه او افهم منه بعض التعريفات اللي هنستخدمها في حل المسائل. فلو هو مثلا مساله بيتكلم مثلا على حاجه اسمها زي الالتي بليز، فبيقول لك والله ان ال 580 الف وحده دوليه موجوده مثلا في الملي جرام من البروتين دوت، يعني كل ملي جرام من البروتين بيحتوي على 580 ألف وحدة دولية. لو جينا مثلا اتكلمنا حاجة زي مثلا الكود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت، فبيقول لك والله ان each جرام المفروض لا يقل عن 180 مايكرو جرام، او اللي هي تكافئ 600 يو اس بي يونت. خلاص هنا يونايتد ستيت فارماكوبيا يونت، يعني وحدات بس يعني معايره او حسب تعريف اليو اس بي. and not more than 750 مايكرو جرام اللي هي تعادل 2500 يو اس بي يونت اوف فيتامين اي. وكذلك بيحتوي على not less than NLT، يعني not less than 1.5 مايكرو جرام اللي هي تعادل 60 يو اس بي يونت، او not more than 6.25 مايكرو جرام اللي هي تعادل 250 يونت اوف فيتامين دي. وهكذا هتلاقي كل حاجه من دول ليها تعريف معين. الانسولين فور اكزامبل، فبيقول لك والله الانسولين العادي مثلا not less than 26.5 يو اس بي انسولين يونت بير ملي جرام. هيومن ليسبرو او انسولين جلوزيلين، كل واحده ليها تعريف وليها فروقات بينهم في التركيز اللي انا بتكلم عليه. طيب تعالوا مثلا ناخد مثلا هنا الشكل مثلا بتاع عبوه الانسولين بتجيلي ازاي. زي ما انتم شايفين هنا دي الهيومالوج مكتوب عليها يو 100. يو 100 يعني معناها 100 وحده دوليه، 100 international unit بير 1 مليليتر، يعني كل مليليتر يحتوي على 100 international units، فالرمز بتاعها بيبقى يو 100. زي ما انتم شايفين هنا اهو بيقول 100 units بير مليليتر، خلاص 100 units بير مليليتر. وبناء عليه لما اجي انا مثلا اشتغل هنا السيرنج ديت، مثلا عايز ادي المريض مثلا 500 وحده دوليه، عايز ادي مثلا لا 60 70 وات ايفر الكميه اللي انا عايزها. فهنا زي ما انتم شايفين في تدريج هنا بالوحده الدوليه، خلاص، وفي تدريج برضو هتلاقوه موجود بالملي لتر، يعني اخد كام ملي لتر. فانا ممكن يا اما لو انا هي معايره بان هي 100 يونتس، خلاص السرنجات الانسولين ديت معايره انها 100 يونتس، يبقى انا ممكن اسحب، انا عارف دي كام وحده اسحب مباشره. بس افرض هي مش معايره از 100 يونتس، معايره مثلا ب 500 يونت او وات ايفر، فبدل ما ادخل في يعني كونفيوجن في الحساب، انا ممكن احول بمنتهى البساطه اقول مثلا ان انا هديله 50 وحده دوليه، خلاص 50 وحده دوليه which means ان هي ان انا هعمل حدي نص الكميه او نص الواحد ملي، فحدي نص ملي، يبقى انا اجي هنا بالسيرنج ديت لو هي 1 ملي ادي نصها بالظبط، يبقى انا كده اديت 50 وحده دوليه. وهكذا بعمل عمليه التباديل والتوافيق ديت او البروبورشن بمعنى اصح، يعني عشان اوصل للحاجه بالظبط اللي انا عايزها. طيب لو جينا هنا مثلا شفنا في الهيبارين زي ما انتم شايفين بيقول لي مثلا كل ملي لتر بيحتوي على 1000 يو اس بي يونت. وممكن برضو يحطها بطريقة تانية يقول لي 30 ملي، يعني العبوة كاملة فيها 30 ملي تحتوي على 30,000 يو اس بي يونت، عشان برضو يعني بيعمل لي يعني كأنه كونفرميشن أو بيعرف لي التركيز بطريقتين، العبوة كلها فيها قد إيه والواحد ملي فيه قد إيه، عشان أنا أعرف
اعمل الكالكوليشن بتاعتي. فكل الحاجات دي برضو من الايه التعريفات اللي احنا ناخد بالنا منها. طيب تعالوا هنا نتكلم على التعريفات اكتر من الايه اللي هي الحاجات البيولوجيكس ديت. فبيقول لك البيولوجيكس دي بتبقى جايه من ليفينج سورس، بتنكلود الفاكسينز، التوكسينز او اللي هي او توكسويدز يعني، الاميون سيرا يوز فور ديفلوبمنت اوف اميونيتي، الحاجات بتستخدم يعني في ايه، في تنشيط او تستحث جهاز المناعه يعني، عشان ايه، يقاوم امراض معينه او بكتيريا معينه او كذا. طيب فبيقول لك ان الايه الحاجات ديت يعني بيتم التعبير عنها بحاجات مختلفة، كل واحدة على حسب الطبيعة بتاعتها، على حسب استخدامها ايه وكده. فخلينا مثلا نشوف، احنا عندنا البيولوجيكس مثلا بريبيرد من الهيومن سيرم زي الاميونوجلوبولين او الهورس سيرم من المصل بتاع الحصان زي التيتانوس انتي توكسين، او التشيكن سيل كلتشر، او الحاجات زي الميزل فيروس اللي هو التطعيم يعني، اسف تطعيم الحصبه يعني، خلاص، والاذر ايه ميديا اللي هي شبهها. الحاجات دي كلها بتبقى بتختلف طبعا في طبيعتها وفي الجرعات بتاعتها. فلو انا جيت مثلا بتكلم على مثلا ايه السترينث اوف بكتيريال فاكسين، كومنلي بعبر عنه بان هو مايكروجرام اور يونتس اوف انتيجين بير مليليتر، يعني كام يونت من اوف انتيجينيك بروبرتي مثلا اللي موجوده فيه بير مليليتر، او كام مايكروجرام بير مليليتر. طيب لو جيت اتكلمت مثلا على السترينث اوف فيرال فاكسين expressed most commonly in terms of tissue culture infectious dose، يعني TCID. ودي معناها ايه؟ معناها الكوانتيتي من الفيروس اللي هي estimated انها تعمل انفكشن ل 50% of inoculated cultures. يعني لو حطيت فيها مزرعه او حطيت الكميه دي مثلا في مزرعه ما، المفروض الكميه دي تعمل انفكشن ل 50% من الانيكوليتد كلتشر، او اللي هي الكالتشر اللي ايه اللي تم حقنها بالماده ديت او بالفيروس دوت. تمام، فعشان كده بعبر عنها بالتي سي اي دي 50. طيب الفيرال فاكسين برضو ممكن اعمل لها description in terms of units او عدد، or number or organism per milliliter، كام يعني كائن مثلا او كائن حي من الفيروس ده او الفاكسين ده بير مليليتر. التوكسويد مثلا ممكن اعمل له express in terms of folliculating unit، بسميها LF unit. خلاص، ال1 LF unit تعرفها ايه بقى؟ having the capacity to folliculate or precipitate 1 unit of standard antitoxins. يبقى اذا كل واحده من دول او كل يونت من دول ليها تعريف معين. خلاص، فانا بيزد على التعريف ده، ما يهمنيش بقى التعريف ده يعني معناه ايه من ناحيه الفارماكولوجيكالي. لو انا بشتغل في الحسابات انا يهمني ان اعرف اعمل نوع من الايه البروبورشن او النسبه والتناسب، على اساسها هقدر ان انا احسب الجرعه بتاعتي. طيب كذلك مثلا بيقول لك هنا الفاكسينز are available for large number of disease including السيرفايكال كانسر، الهيباتيتس A مثلا، هيباتيتس B، انفلونزا، ميزلز، مامبس، النيوموكوكال، الشينجلز، او اللي هي بيسموها او بيسموها الهيربس زوستر، او السمول بوكس، او التوبركلوزس اللي هو الضرن. يعني كل الامثله دي من الحاجات الايه الامثال اللي احنا ممكن نحتاج نعمل ليها حسابات معينه. طيب من ضمن الحاجات برضو عندنا الايه الهيباتيتس اي فاكسين مثلا، الانكتيفيتد، بيقول ان هو بيعبر عنه بحاجه اسمها الايلايزا يونت، فبيحتوي على 1440 الايزا يونت بير 1 مليلتر دوز. الانفلونزا فيروس فاكسين مثلا بيعبر عنه بحاجه اسمها الفلوريسنت فوكس يونت، فهو يحتوي مثلا 10 to the power 6.5 ل 10 to the power 7.5 فلوريسنت فوكس يونت بير 0.2 مليلتر دوز. anyway ايا كان التعريفات، انا بس بديكوا امثله من الحاجات دي، مش مطلوب ان انت تحفظها، لكن مطلوب ان انت تفهمها او افهم ازاي ان انا اتعامل معاها زي ما احنا هنشوف في المسائل. طيب احنا كنا شرحنا موضوع الانسولين خلاص، وقلنا يعني تعريف الوحده دوليه من الانسولين قد ايه. وطيب هل الوحده الدوليه دي هل هي ستاندردايزد؟ هي ستاندردايزد بالنسبه للانسولين، فكله متفق ان الواحد يونت انسولين، الواحد انترناشونال يونت انسولين ده بيعمل ديكريز او يعمل جلوكوز لورنج افكت واحده، او نفس الافكت اندر ستاندرد كونديشنز، في ظروف طبعا متماثله. فخلاص، فانا عارف ان انا حدي الوحده دوليه دي هتادي ان السكر الدم ينخفض بمقدار معين. طيب انا عندي انواع من الانسولين، عندي مثلا ايه، انسولين جلارجين،
او اللي هو اللونج اكتنج انسولين، او 10 يونتس من الانسولين ليسبرو اللي هو رابيد اكتنج اللي هو سريع المفعول. طيب هل ال10 يونت من دول بيأدوا نفس مفعول ال10 يونت من دول؟ يس. المفروض ان هم ان تيرمز اوف اكتيفيتي انهم يعملوا تخفيض او يقللوا سكر الدم بنفس المقدار، لكن يفرقوا في ايه؟ يفرقوا في هاو كويكلي او هاو لونج الاكتيفيتي دي از اكزerted ان ذا بودي اكوردنج للابزوربشن بقى بتاعه. هيحصل له ابزوربشن سريع فهيوصل للدم بسرعه فهيدي الايفكت بتاعه سريع، او ان هو الابزوربشن بتاعه بطيء او ممتد المفعول او كذا. يبقى هم في التاثير واحد، ولكن فتره التاثير هتاخد معايا قد ايه. خلاص. فور اكزامبل مثلا هنا بيديك مثال، بيقول لك والله لو انا مثلا بستخدم الرابيد اكتنج انسولين اللي هو الليسبرو مثلا، الاونست بتاعه، الاونست يعني الوقت المستغرق عشان يبدا يدي التاثير بتاعه، فمن 10 ل 20 مينت. البيك بتاعه يعني البيك اعلى تاثير او اعلى افكتيف في تخفيض سكر الدم يظهر من 1 ل 2 اورز، يعني من ساعه لساعتين. الديوريشن بيستمر من 3 ل 5 ساعات. اللونج اكتنج ملوش يعني ايه بروناونسد بيك، مفيش بيك معينه، لكن هو بيبقى زي بلاتو كده او زي ايه نقدر نقول يعني الكيرف بتاعه لو انا رسمته مثلا حاجه مثلا ايه زي كده، خلاص ملهاش بيك، ملهاش شارب بيك زي كده، لكن ممكن تبقى ليها مثلا بلاتو كده ايه ممتد، فما تقدرش تحدد بيك معينه. بس هو بيبقى ممتد لمده قد ايه؟ ممكن يجلس 12 ساعه او يدي وقت يعني ايه تركيز في الدم لمده 12 ساعه up to 42 hours ان هو يدي سيطره على الايه سكر الدم. فاذا يبقى هم لهم نفس التاثير لكن بيختلفوا. طبعا المثال اللي ممكن يوضح كده، لو انا مثلا بتكلم into kind of cars بياخدوا لتر بنزين، فلتر البنزين ده اعتبره الانسولين. بس في الكار مثلا اللي هي الريس كار او اللي هي العربيه السباق بتحرقه بشكل سريع جدا وبتنطلق، بينما اللونج اكتنج لا، هي سلو، بتعمل كونسامشن ليه بشكل بطيء وبيطول معاها اكتر ويقدر يمشي مسافه اكتر. فاذا هنا طريقه الكونسامشن بتاع اللتر بتاع الفيول او بتاع البنزين هو نفس فكره برضو ان انا عندي 2 انسولين، هم ده لتر وده لتر، فالمفروض الاثنين من حيث الطاقه يدوني نفس الكميه من الطاقه، ولكن حسب الاستخدام ففي ماكينه بتحرق الكلام ده بسرعه جدا وتدي افكت سريع او يخليك يعني تقطع مسافه بشكل اسرع وكده، او اللي هي الكميه اللتر بنزين لما ادخله في مثلا حاجه عاديه او عربيه مثلا موفره او مكنه موفره، فهي بتستهلكه على وقت اطول، وبالتالي بتبقى ايه بيمتد استهلاك الوقود دوت او يمشيك مسافه اكبر. فهنا يبقى ده يعتبر ايه الفرق. طيب بشكل عام لما نيجي ندخل في المسائل وهندخل فيها دلوقتي حالا، فاحنا عندنا ده القانون اللي احنا يعني بنمشي عليه بيزيكالي. هو بيقول لك والله بيديك مثلا يونتس اوف اكتيفيتي جيفن حاجات معينه، مثلا يقول لي مثلا 5 وحده دوليه لكل مثلا ملي جرام او لكل ملي لتر، فده العمده عندي في الايه في الحسابات. يعني انا عندي ده لازم ابقى فاهمه كويس جدا، خلاص، لان بيزد عليه هبدا يقول لي مثلا والله طب لو انا حدي مثلا فوليوم معين ده هيحتوي على كام وحده دوليه، او يقول لي لو انا عايز ادي كذا وحده دوليه او الجرعه بتاعتي كذا وحده دوليه فهستهلك فوليوم او ويت قد ايه مثلا من الحاجه اللي عندي. فاذا هي عمليه بروبورشن عادي جدا، مهما اختلف بقى شكل المسائل هتلاقي الموضوع ايه سهل جدا والتعامل معاه ما فيهوش اي صعوبه. تعالوا كده نبدا في المسائل عشان يبقى احنا خلصنا كده الجزء النظري او اللي هي المقدمه النظريه، ونبدا المسائل هتوضح لنا الموضوع ده بشكل كبير جدا. طيب ناخد اول مساله معانا، بيقول لي how many milliliters of U100 انسولين. احنا عرفنا U100 انسولين معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 100 international unit لكل ايه؟ لكل 1 مليلتر. حلو جدا. هاو ماني مليليترز، هو عايز يعرف كم مليلتر هستخدمه من الانسولين اللي هو تركيزه عباره عن 100 انترناشونال يونت لكل 1 مليلتر should be used to obtain 40 يونتس اوف انسولين. يعني انا عايز 40 يونتس بس، فسيمبلي هعمل ادي ال 40 انترناشونال يونت اللي انا عايزهم هاخدهم من اكس مليلتر. فالموضوع ايه سهل جدا، برضو ايه كروس مالتيبليكيشن، عمليه بروبورشن سهله جدا. هيطلع عندي الاكس ديت بتساوي 40 في 1 على 100، فتطلع 0.4 ملي لتر من الانسولين اللي هو اليو 100 انسولين او اللي هو
الانترناشونال يونت انسولين. تعالوا ندخل في المثال الثاني. انا همشي في المسائل بسرعه عشان بس الحلقه ما تبقاش ممله، تبقى قاعد ان انت قادر تتابع معايا. وحاسب لك في النهايه المسائل اللي هي في نهايه الشابتر ده هنحل سيلكتد اكزامبلز منها، وهسيب لك المسائل محلوله. يعني انا عامل فايل حاطط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس تحت، تقدر تدخل عليه هتلاقي كل المسائل حوالي 29 او اكتر مساله محلوله بالاجابات بتاعتها عشان انت تمرن نفسك. خبي بقى الحل وابدا اشتغل واعمل كده، يعني درب نفسك وراجع بعد كده الحل بتاعك مع الحل بتاعي وشوف الدنيا اخبارها ايه. لو في اي حاجه مش فاهمها اكتب لي في الشات، سوري اكتب لي في الكومنت يعني، وقول لي ان انا مثلا المساله دي مش واضحه او مش فاهمها، او شفت الحل بتاعها برضو ما فهمتوش، فخليني اخدها في الحلقه اللي بعد كده ان شاء الله، او اعمل حتى حلقه مخصصه ان انا اخد فيها كل المسائل اللي فيها يعني مشكله او مش واضحه بالنسبه لكم باذن الله. طبعا انا عامل الموضوع ده، يعني بدات احل المسائل كلها في نهايه كل شابتر وانزلها ابتداء من الحلقه ديت، بس كل اللي قبل كده انا ما كنتش حالل الفايلز بتاعتهم يعني، بس هعملها في البلان برضو ان انا انزلها واحط لي اللينكات مع كل حلقه. يعني ارجع كده في الديسكريبشن بوكس اعمل ابديت واحط اللينكات في كل حلقه للحلول بتاعه الشابتر او اللي هي المسائل اللي في نهايه كل شابتر في الكتاب، عشان تبقى ريفرنس ليك. لان الكتاب في النهايه لو حد معاك كتاب يعني بيبص بيلاقي الحلول الاخيره، النواتج الاخيره، ما بيكتبش طريقه الحل. وانت مهم جدا تعرف طريقه الحل موجوده ازاي عشان تعرف انت تتعامل. فدي حاجه برضو تبقى حاطينها في الحسبان يعني باذن الله. طيب المسألة الثانية هنا بيقول لي a physician prescribed 100 units of insulin to be added ل 500 ملي of المحلول اللي هو D5W in treating a patient with severe diabetic acidosis. How many milliliters of insulin injection concentrate 1,500 should be used. تمام؟ يبقى هو هنا عايز يعمل ايه؟ هو عايز هنا يدي ال 100 يونتس خلاص اوف انسولين هيحطها على المحلول اللي هو ال 500 ملي. طيب لو هو عنده مثلا، نفترض ان هو عنده اليو 100. اليو 100 دي قلنا معناها ايه؟ معناها ان كل 1 ملي بيحتوي على 100 وحده دوليه، 100 انترناشونال يونت، صح كده؟ يبقى هو هياخد منها قد ايه؟ هياخد 1 ملي اللي هو يحتوي على ال 100 اللي هو عايزهم، ويحطها مباشره في المحلول اللي هو عنده اللي هو ال 500 ملي من المحلول، صح كده؟ طيب هو ما عندوش اليو 100، عنده ايه؟ عنده اليو 500. يعني اليو 500 معناها ايه؟ بالمثل زي ما انا عندي اليو 100 اللي هي 1 ملي يحتوي على 100 وحده دوليه، فهنا عندي الواحد، كل 1 ملي يحتوي على كام؟ يحتوي على 500 وحده دوليه. فلو هو خد 1 ملي من العبوه دي معناها ان هو خد ايه؟ خد 500 وحده دوليه حطها في ال 500 ملي محلول اللي عنده، بينما هو عايز كام؟ عايز 100. طب اعملها ازاي؟ خلاص يبقى احط هنا انا عايز 100 وحده دوليه، يبقى اخد من هنا اكس ملي. قد ايه؟ هلاقي الاكس دي بتطلع 100 في 1 على 500 تطلع 0.2. يبقى انا لو خدت 0.2 مليليتر من العبوه دي وحطيتهم على ال 500 انا كده حطيت ال 100 وحده دوليه اللي انا عايزهم. شايفين هنا الفرق؟ يبقى انا هنا بغير الكالكوليشن بتاعتي بيزد على انا عندي الانسولين اللي هو اليو 100 ولا عندي الانسولين يو 500 ولا عندي اي نوع من الانسولين. اقدر ان انا احسب الكالكوليشن او اي تركيز من الانسولين، اقدر احسب الكميه اللي انا عايزها واطلعها اكزاكتلي. طيب السؤال الثالث بيقول لي how many milliliters of heparin sodium injection containing 200,000 unit in 10 milliliter should be used to obtain 5000 هيبارين صوديوم يونت. يبقى أنا عندي تركيز أصلا الأساسي عبارة عن 200,000 وحدة خلاص يونتس لكل إيه؟ لكل 10 مليليتر. فهو بيقول لي how many milliliters، يبقى المجهول هنا إيه؟ المليليترز اللي أنا محتاجها عشان إيه؟ عشان أحصل على 5000 هيبارين صوديوم يونتس. برضو simple proportion عادي جدا، أقدر أحسب الكمية تطلع الإكس دي بتساوي 0.25 مليليتر. المثال اللي بعده رقم 4 بيقول لي لو أنت عندك 2.5 ملي vial containing 10 unit of anabotulinum toxin A أو Botox and 0.1 milliliter is injected into each of 5 sites during a procedure, how many units of drug would remain in the vial. طيب هنا السؤال ده تريكي شوية. هو بيقول لي إن أنا عندي الفايل فيها 2.5 مليليتر، حلو جدا، فبتحتوي على 100 units. هو عمل إيه بقى؟ بيقول لي خد 0.1 مليليتر، خد 0.1 مليليتر خلاص، وحقنهم
into each of 5 sites في 5 مواضع. يعني هو عمل كم مرة أو استهلك قد إيه؟ استهلك 0.5 مليلتر، صح كده؟ كل اللي استهلكه لأنه حقن ال 0.1 مليلتر دي في 5 مواضع، فيبقى عندي 0.5 مليلتر ده توتال اللي هو استخدمه. فبيقول لي how many units of drug would remain in the vial. اتبقى كم وحدة من المادة ديت في الفايل بتاعتي. طب الأول مش الفايل كان فيها 2.5 في الأول، وأنا استهلكت منها قد إيه؟ استهلكت منها 0.5، يبقى اتفضل كام؟ اتفضل 2 مليلتر. ادي ال 2 مليلتر اللي اتفضلوا يحتووا على كام يونت؟ اكس يونت. شفتوا؟ يبقى هي المسألة محتاجة مني بس ان انا افهمها بطريقة لوجيك او منطقية في التفكير، وابدا امشي خطوة خطوة، اكتب كل حاجة هو بيقولها لك، وبعدين طلع الايه، اوصل للحل النهائي. فيبقى عندي الاكس هنا بتساوي 2% على 2.5، يعني 200 على 2.5 تطلع تحتوي على كام؟ 80 يونت. طيب السؤال اللي بعده يمكن نكون اتكلمنا فيه قبل كده في طريقة التعبير عن الانتيبيوتكس. فبيقول لي if neomycin sulfate has a potency of 600 مايكروجرام. خلي بالك الام جي، الام لما تكون لازقه في الجي في الكتاب معناها مايكروجرام. خلاص احنا طبعا بنكتبها ايه؟ المايكروجرام المفروض بنكتبها بالشكل دوت، علامه الميو وبعدين الجي، او بنعمل كده يو جي معناها مايكروجرام. خلاص بس هو في الكتاب لما تبقى الام لازقه في الجي كده معناها ايه؟ مايكروجرام. طيب بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي لو انا عندي نيومايسين، النيومايسين سلفيت البوتنسي بتاعته عباره عن 600 مايكروجرام نيومايسين، خلاص لكل ايه؟ لكل 1 ملي جرام من نيومايسين سلفيت. نيومايسين سلفيت. يبقى انا اذا هنا زي ما قلنا السولت هو 1 ملي جرام بس. هل كله اكتف؟ لا، هو الكميه الاكتف فيه او يحتوي على نيومايسين اكتف نيومايسين، خلاص اللي هو ايه؟ 600 مايكروجرام. حلو جدا. فبيقول لي how many milligrams of neomycin sulfate، يبقى اكس ملي جرام من النيومايسين سلفيت، تمام، would be equivalent in potency of 1 ملي جرام نيومايسين. يعني يكون تحتوي على كمية دراج بوتنت دراج، يعني 1 ملي جرام. 1 ملي جرام يعني كام؟ عشان نوحد بقى، دي هنا مدهاني ب 600 مايكروجرام، يعني الواحد ملي جرام يعني 1000 مايكروجرام. 1000 مايكروجرام نيومايسين. فهو عايز يعرف هنا الكمية بقى نيومايسين سلفيت قد ايه. فهحسب الاكس هنا هتساوي 1000 في 1 على 600، هتطلع الكمية 1.67 ملي جرام من النيومايسين سلفيت. طيب ناخد المسألة اللي بعد كده. فبيقول لي هنا بيولوجيك كونتين 50 فلوكيوليتنج يونت، احنا قلنا ال اف معناها فلوكيوليتنج يونت، 50 فلوكيوليتنج يونت اوف ديفتيريا توكسايد in each of 2.5 مليلتر. فانا عندي 50 فلوكيوليتنج يونت لكل 2.5 مليلتر. خلاص عملتها سلاش كده، او ممكن اعملها سهم زي ما انا كنت بعملها. ادي 50 اهي، ال اف ما تزعلش نفسك، 2.5 مليلتر. خلاص if a pediatric patient is to receive 10 LF، يعني البيدياتريك بيشنت الطفل ده هياخد 10 LF. فبيقول لك how many مليلتر؟ X مليلتر. طبعا الحاجات دي بقت ايه؟ خلاص سهله جدا، simple proportion. الاكس دي تطلع كام؟ هتطلع 0.5 مليلتر. اللي بعده بيقول لي measles virus vaccine is prepared to contain 1000 TCID 50 بير 0.5 مليلتر دوز. 0.5 مليلتر دوز. يعني هو بيتصنع بالطريقه دي بحيث ان هو يبقى فيه التركيز بالشكل دوت. كل نص ملي يحتوي على 1000 TCID. What is the TCID content of 50 ملي multiple dose vial of the vaccine؟ لو انا عندي بقى عبوه فيها 50 ملي هيبقى فيها كام TCID؟ برضو simple proportion عادي جدا. فهحسب الاكس دي هتطلع كده. يبقى whatever التعريفات، طبعا الاكس هنا عشان برضو هتطلع هنا 100,000. خلاص يبقى اذا وات ايفر التعريف بتاع الماده بتاعتي او بتاع البيولوجيك اللي انا بتعامل معاه، هو في النهايه له تركيز ديفينيشن بشكل ما، يا اما كام وحده دوليه لكل مثلا كام مليلتر، يا اما كام مايكروجرام بير ملي جرام، يا اما مثلا كام تي سي اي دي بير كام مليلتر، يا اما كام فلوكيوليتنج يونت بير كام مليلتر. فوات ايفر التعريف بتاعه انا بفك التعريف ده قدامي واقدر من خلاله ان انا اعرف هو بيسأل على ايه وابدا اشتغل عليها بشكل ايه سهل. طيب
طيب خلينا نختم النهارده بالكيس بوينت اللي هي 9.1. هي معقده شويه فهنختم بيها، وهعمل حلقه مخصوص للايه حل الاسئله او سيلكتد اكزامبلز من على الشابتر دوت من واقع الاسئله اللي موجوده في نهايه الشابتر. بس هنختم بديت عشان ايه وقت الحلقه ما يطولش. طيب بيقول لي a pharmacist is asked to assist in determining the correct dose of Epiotene alpha. فالفارماسيست هيحدد او يساعد في تحديد الجرعه المناسبه من الابيوتين الفا injection for a 76 year old. يبقى الشخص اللي عندي عمره 76 years old. خلاص الوزن بتاعه 165 باوند اي بي يعني باوند 165 باوند. male patient suffering from anemia in part due to chronic renal failure. البيشنت انيشال هيموجلوبين اصبح ايه او حاله الانيميا دي بيعاني هو من هيموجلوبين 9.2 جرام بير ديسيليتر. حلو جدا. فبيقول الليتريتشر states الستارتنج adult dose of Epiotene alpha to be 50 ل 100 units per kg. فهو بيقول هنا ان انا عندي 50 ل 100 units ده الستارتنج دوز عشان ابدا اعالج مريض الانيميا ده، فده بقول عليها الستارتنج. خلاص 50 ل 100 يونتس بير كي جي اس سي تي اي دبليو. تمام. to stimulate red blood cell production. firstly اول سؤال بيساله هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي what would be the correct interpretation of this dosage statement. ايه الترجمه بتاعتها؟ فانا عندي هنا 50 ل 100 يونتس لكل كيلو جرام. اس سي يعني subcutaneous يعني تتاخد تحت الجلد، يبقى subcutaneous. ارجع بقى للايه؟ للشابتر اللي شرحناه قبل كده عن اللي هي ترجمه الايه الانتربريتيشن اوف بريسكريبشنز. ترجمه البريسكريبشنز هتلاقي فيه الكلام ده احنا ايه غطيناه بشكل كويس جدا. cutaneous يبقى subcutaneous. تي اي دبليو معناها 3 times a week. 3 times a week. خلي بالك انت فاكر تي اي دي معناها 3 times a day، هنا تي اي دبليو يعني 3 times a week. خلاص يبقى 3 مرات في الاسبوع، 3 مرات بير ويك. حلو جدا. طيب ده السؤال الاول كده جاوبناه خلاص. بيقول بقى الليتريتشر further states that the dose to be reduced by 25% عشان انا اقلل الدوز بمقدار 25% when the patient hemoglobin reaches a level suitable to avoid transfusion. يعني انت ممكن تقلل الجرعه دي by 25% لو انت المريض وصل لحاله ان هو ما يحتاجش نقل دم. طب امتى ما يحتاجش نقل دم؟ امتى انا اقرر ان هو ما يحتاجش نقل دم؟ لو حصل اور انكريز، اهو بيترجمها بقى، بيترجم الحته اللي بعديها بيقول اور انكريز اكتر من 1 جرام بير ديسيليتر in any 2 weeks period. في خلال اسبوعين زاد المعدل الانيميا او الليفل اوف انيميا اللي كان عنده ده ارتفع باكتر من 1 جرام بير ديسيليتر. يعني مثلا لو ال 9.2 دي بقت 10.2 او اكتر، بقت اكتر من 10.2 بمعنى اصح يعني، يبقى هو كده مش محتاج نقل دم خلاص، ده في تحسن وفي استجابه للعلاج. وبعدين بيقول لك، بيكمل لك الستوري بقى، بيقول لك الدوز از تو بي انكريزد، يعني انا محتاج ازود الجرعه ل 300 يونت بير كي جي 3 مرات في الاسبوع. يعني انا كنت بادي بايه زي ما قلنا هنا 50 ل 100، لا بيقول لك انت ممكن تزود ل 300 يونت بير كي جي 3 مرات في الاسبوع after 2-4 weeks، من بعد اسبوعين ل4 لو ما فيش تحسن بقى او الهيموجلوبين ريسبونس از انسفيشنت او محتاج ترانسفيوجن. خلاص فلو ما فيش اي تحسن يبقى محتاج في الحاله دي ان انا ازود الجرعه ل 300 يونت بير كي جي. طيب الاسئله بتاعته بقى بيقول لي خلي بالك انت بتستعمل ابيوتين الفا انجكشن عباره عن 10000 يونت بير مليلتر. يبقى الانجكشن اللي عندي عباره عن 10000 يونت بير مليلتر. حلو جدا. فلو انت عارف المعلومه ديت وعارف كمان المينيمال ستارتنج دوز اللي انت هتبدا بيها، بيقول لك احسب لي النمبر اوف مليلترز ريكوايرد فور ذا انيشال دوز، هتستهلك كام مليلتر في الانيشال دوزنج. حلو جدا. في النهايه انا هرجع للمعطيات بتاعتي وافكر فيها كده مع بعض. اول حاجه هو عايز النمبر اوف مليلترز، هديك كام ملي من العبوه بتاعتي. خلينا الاول الانيشال دوز ديت عباره عن ايه؟ 50 ل 100 يونت لكل كيلو جرام. طب هو وزن البيشنت كام؟ وزن البيشنت 165 باوند، يعني مش بالكيلو جرام. محتاج الاول احول الوزن ده لكيلو جرام. فهعمل ايه؟ احنا عرفنا طبعا قبل كده ان عشان احول من كيلو جرام
انتو باوند بضرب في 2.2، ومن باوند لكيلو جرام بقسم على 2.2، فانا هنا هقسم على 2.2، فهيطلع الوزن بتاعه عباره عن 75 كيلو جرام. حلو جدا. يعني اذا انا محتاج ال 75 كيلو جرام دي، محتاج الجرعه الانيشال اللي هي 50 ل 100. قد ايه بقى؟ هو طبعا 50 ل 100 يونت بير كيلو جرام. فلو انا هحافظ او هثبت نفس الرينج دوت، فال 50 دي هتبقى كام بقى؟ ال 50 دي هضربها في 75 هتطلع 3750 يونت، وال100 دي هضربها في 75 فهتطلع 7500 يونت. يبقى المريض ده محتاج 3750 ل 7500 يونت. حلو جدا. فهو هنا بيقول لي بقى هيحتاج كام مليليتر ريكوايرد فور ذا انيشال دوز. طيب هي اللي عندي التركيز عباره عن ايه؟ 10000 وحده لكل مليليتر. طب انا محتاج كام؟ محتاج 3750 او محتاج 7500. انا عايز اترجم نفس الرينج ده ان ترمز اوف مليليتر هيطلع قد ايه. فانا لو عندي ال1 مليليتر يحتوي على 10000 يونت، يبقى ال 3750 يونت هلاقيهم موجودين في قد ايه؟ اكس مليليتر. يبقى الاكس دي هتطلع بكام؟ هعمل برضو السيمبل بروبورشن بتاعي، هيطلع 0.375 مليليتر. او لو انا عايز اعمل 7500 مجرد هشيل دي واحط مكانها 7500 هتطلع الاكس في الحاله ديت 0.75 مليليتر. خلاص يبقى انا كده جبت الجرعه الاولانيه in terms of مليليتر. بعد كده بيسالني بيقول لي ايه؟ يبقى انا التوتال نمبر اوف مليليترز تو بي ادمنسترد. يبقى انا هنا جبت الايه؟ النمبر اوف مليليترز ريكوايرد فور ذا انيشال دوز. طيب بيقول لي بقى التوتال نمبر اوف مليليترز تو بي ادمنسترد during الفيرست ويك اوف تريتمنت، في اول اسبوع. مش احنا قلنا الجرعه دي هياخدها 3 مرات في الاسبوع؟ خلاص يبقى 3 تايمز ا داي، هضرب دي في 3 وهضرب دي في 3. يبقى انا كده جبت الايه؟ المطلوب الثاني، ان انا هاخد بقى الكميه دي في 3. يبقى اول كميه دي لما اضربها في 3 هتطلع 1.125 مليليتر، ودي لما اضربها في 3 اللي هي ال 0.75 دي هتطلع كام؟ 2.25 مليليتر. طيب نرجع للمطلوب اللي بعد كده. if the patient hemoglobin increases to 10.5 جرام per deciliter after 2 weeks. فاكرين لما هو قال ان عشان اقول المريض ده اتحسن لازم يبقى فيه زياده اكتر من 1 جرام بير ديسيليتر، يعني ال 9.2 جرام بير ديسيليتر تزيد وتبقى اكتر من 10.2. طب هو بقى كام؟ بيقول لك بقى 10.5. يبقى هو في تحسن ولا مفيش تحسن؟ في تحسن. فبيقول لك انا محتاج في الحاله ديت ان انا اقلل الجرعه بمقدار 25%. فوات would be the new dose in units of ابيوتين الفا وان مليليتر. طيب انا الجرعه عندي كانت كام؟ خلينا ناخد مثلا ال 50 دي، ال 50 يونتس اللي انا حسبتها دي، اما طلعت منها الجرعه طلعت كام مليليتر؟ خلاص 0.375 مليليتر، صح كده؟ وطلعت كام؟ تحتوي على كام يونت؟ تحتوي على 3750. مش انا هقلل الجرعه دي بمقدار 25%؟ يعني اذا هضرب فيه 75%، لان انا ايه؟ عايز 75% تمثل منها قد ايه؟ وهنا برضو هضرب فيه 75%. ده هيطلع لي الكميه بالمليليتر، وده هيطلع لي الكميه باليونتس. تعال نضربها كده. هتطلع هنا 0.28 مليليتر، ودي هتطلع كام؟ هتطلع 2812.5 يونتس. تمام. طبعا هنا عملنا ايه؟ بس تقريب يعني. يبقى اذا كده انا بدات اتعامل مع المساله، كتبت المعطيات بتاعتي، مشيت خطوه خطوه معاها. مهما كانت المساله معقده، مهما كان فيها يعني بارامترز كتيره او معلومات كتيره، رتب معلوماتك واعرف انت عايز ايه ومشي بشكل منطقي، هتعرف تحل مساله. كلها هي بتتحل بالبروبورشن زي ما انتم شايفين، مفيش حاجه فيها يعني مثلا ايه هارد ماس مثلا يعني بستخدمها، او قوانين مثلا تفاضل وتكامل، ولا مفيش الكلام ده. هي مجرد عباره عن شويه تحويلات، شويه بروبورشنز، محتاج بس ان انا امشي بطريقه منطقيه. طيب لغايه هنا نقف بقى النهارده ان شاء الله، عشان ما اطولش عليكم وما تبقاش الحلقه وقتها كبير، وهنعمل حلقه تانية باذن الله حل اكتر على الشابتر دوت عشان نتمرن على الحل مع بعض يعني. واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير. ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا لي في الكومنتات اي اسئله وقفت معاكم ان شاء الله وهرد عليها باذن الله، وشيروا الحلقه لكل زمايلكم عشان يستفيدوا بيها باذن الله. واشوفكم الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.